السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو كده عايزين كلنا ندي دعوة من القلب لأهل فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويرحم الشهداء يا رب. هنعمل النهارده البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش معانا وقت خالص في التحضير، ما بتاخدش أكتر من 5 دقايق بس هتطلع معاكي مظبوطة. وفي سر كده هقول لكم عليه. السر ده هيطلع معاكي البسبوسة لو أول مرة تعمليها بالطريقة دي هتطلع معاكي مظبوطة 100%. وكمان أنا متأكدة لو جربتي الطريقة دي مش هتبطلي تعمليها إن شاء الله. شايفين طالعة معايا كده متماسكة، وكمان زي ما انتوا شايفين كده التسوية بتاعتها مظبوطة، طعمها كمان وريحتها تحفة. شايفين ما شاء الله. شايفين دايبة ازاي؟ وكمان التسوية بتاعتها مظبوطة. يلا نسمي الله كده ونخش على الوصفة بتاعتنا على طول عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا عندي لازم اعمل الشربات عشان يبرد. لازم الشربات يكون بارد، ما ينفعش احط الشربات على البسبوسة وهو سخن. كوبايتين كبار من السكر، هنزل عليهم بكوبايتين ونص من المية زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هرفعهم على النار يغلي غلوتين، هنزل عليهم بنص عصرة من الليمونة وهسيبهم بالظبط 10 دقايق على النار، وكمان رشة من الفانيليا. هسيبهم 10 دقايق بالظبط على النار واسيبه يهدى تماما، وبعد كده هنكمل الوصفة بتاعتنا. عندي هنا مج كده من بتاع المطبخ العادي بتاعنا، مليان كده من السمنة او الزبدة، المتاح عندك اعملي بيه. وهنا السر اللي بيخلي معايا البسبوسة زي العسل، انا معتمدة الطريقة دي من سنين تطلع معايا مظبوطة 100%، وكان بتشرفني كده قدام الناس زي ما انتوا شايفين كده بتطلع معايا زي العسل. 4 معالق كبار من الدقيق، نص كيلو كده من دقيق البسبوسة اي نوع بتفضليه. هنزل كمان بنص نص معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنا السر التاني اللي هقولك عليه، لازم البسبوسة تعجنيها كويس في الاول كده قبل ما تحط عليها اللبن الرايب او الزبادي. تبسيها كده بس حلوه كده، وما تطوليش كمان في العجن عشان البسبوسه ما بتحبش العجن الكتير. بعد ما تحطي عليها اللبن الرايب يا دوب كده تدخلي فيها اللبن كده او الزبادي مره او اتنين وتلاته، بس ما تكتريش في العجن عشان ما تجلبش معاكي بعيش وتطلع معاكي كده مش حلوه. لو زودتي في العجن هتطلع معاكي زي المعجنات بالظبط. البسبوسه ما بتحبش العجن الكتير. زي ما انتم شايفين كده الاول ببس كده السمنه مع دقيق البسبوسه كويس كده. زي ما انتم شايفين بدخل السمنه كده في الدقيق وخلاص. بكمل بقى باللبن الرايب او الزبادي. عندي كوبايه كده كبيره من اللبن الرايب، عندي لبن رايب انا عاملاه في البيت. لو مش متاح الزبادي كوبايتين من السوبر ماركت هيديكي نفس الكوبايه اللي انا عجنت بيها دي. نص كيلو بالظبط اخد معايا الكوبايه. هنزل كده بالكميه الباقيه واكمل. شايفين انا ما طولتش في العجن خالص، انا لسه بلف كده لفه واتنين وتلاته وخلاص على كده، مش عايزين نكتر في العجن. لو انت مكمله معايا في الفيديو لحد دلوقتي وما كنتيش اشتركتي معايا في القناه، يا ريت تنوريني، وكمان ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو. ويا ريت تجربيها كده بالطريقه دي كمان وتكتبوا لي كده في الكومنتات ايه رايكم وطعمها كان عامل ايه معاكم. انا متاكده لو عملتوها مره مش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي ان شاء الله. وكمان لو عملتها بديك الحلوين هتطلع احسن من كده بكتير انا متاكده. هنزل كده بالصينيه بتاعتي، طبعا دهناها من تحت ماده دهنيه. وهنزل كده بس بالخليط بتاعي، وكده كام خبطه على الرخامه او في الارض. انا خبطتها في الارض كام خبطه كده علشان كلها تبقى زي بعضيها. زي ما انتم شايفين شكلها كده اتساوت ازاي، مش بالمعلقه ولا اي حاجه، بخبطها خبطتين ثلاثه كده محترمين. وكون مشغله الفرن عندي على درجه حراره 180. بتفضل معايا بالظبط نص ساعه بشغل الفرن من تحت، وبعد كده بشغل الشوايه من فوق بالظبط 5 دقايق بالظبط. يعني الاول بشغل الفرن من تحت بسيبها حوالي 25 دقيقه، وبعد كده بديها 5 دقايق على الوش الشوايه. بتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده شكلها زي ما انتم شايفين، وبنزل عليها بالشربات يكون بارد. نزلت عليها بالشربات كله، اخدت معايا بالظبط الشربات اللي انا عملته كوبايتين سكر وكوبايتين ونص من الميه.
ونص كيلو اخد بالظبط كده، تطلع معاكي مظبوطه. لو عايزه تكتري في الشربات بتحبيها اكتر من كده، بس بصراحه طلعت معايا مظبوطه. هنزل بقى كده باي مكسرات عندك، جوز الهند، حابه تحطي عليها سوداني، اي مكسرات عندك متاحه زيني بيها. اوعي يكون ما حطيتش اللايك، انا مستنيه اهو اللايك عشان بيرفع الفيديو، علشان اكمل معاكم كمان في القناه. يا رب يكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.